اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير قوي 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 قوي. عارفة ان انا غبت عليكم فترة كبيرة. يلا نرجع نشغل القناة تاني ونرجع بقوة. وقلت اما ادخل لكم كده في فيديو بقى حرش كده وكله حاجات حلوة. ندخل بفيديو الفسيخ. طبعا الصيف ما بيحبش الاكل الدسم، ناكل حاجات خفيفة كده وسريعة زي الفسيخ. مين ما بيحبش ياكل فسيخ؟ انضف حاجة ان انت تجيبي السمك وتعمليه فسيخ في البيت، ضامنة النظافة بتاعته وان انت هتاكلي حاجة كويسة. وكمان ارخص من بره بكتير، اسعار الفسيخ بقت عالية جدا. فانت تجيبه وتعمليه في البيت، وطريقة سهلة جدا جدا جدا. لو لسه مبتدئة تابعي الفيديو معايا وشوفوا الطريقة. ده شكل الفسيخ بتاعنا بعد ما انا عملته. وعايزه اقول لكم انا لسه فاتحه عليه من الورق والاكياس بتاعته اللي كانت ملفوفه فيه. شوفوا طاري ازاي وسمين. اهم حاجه في الموضوع كله ان انت تجيبي السمك بتاعك من مكان موثوق منه، سمك يكون طازه وحلو علشان يديكي نتيجه مضمونه مليون في الميه. شايفين يا جماعه؟ مرهم زبده بالمعلقه والسايح، حاجه كده وهم حاجه بجد. يعني ما اقولكوش الريحه جايبه لفين. مرهم والله زبده كان يعني بجد تحفه بجد. فاعملي الطريقة وبجد هتلاقيكي أستاذة في عمايل الفسيخ، ما هتشتريه تاني من بره. كل الحكاية أربع خمس أيام وهتاكلي أحلى فسيخ. أنا هسيب لكم اللينك بتاع فيديو طريقة عمل الفسيخ، وادخلوا وشوفوه ولايك وكومنت. ومع السلامة، هي أحلى حاجة في حياتي.